الجماهيري لنهائيات كاس افريقيا للاعبين المحترفين. طبعا كنتم تستمعون قبل الان لعزف النشيدين الوطنيين الموزمبيقي والجزائري. عزف النشيد الجزائري وترديده يعتبر حكايه فريده من نوعها. تبحث عن المسانده، ما زال عنده الكره الان اللاعب جحنيت، عرضيه والراسيه، وهو الكره التغطيه الدفاعيه من هنالك عن طريق الحارس جوامبي. كانت الراسيه من كريم عريبي في اول كره، هاي الاعاده مره ثانيه، والتوزيعه من سعد الرضواني لاعب نادي اتحاد العاصمه في اتجاه اللاعب شباب بلوزداد كريم عريبي. الخصم فاشهدوا ان بطولة كاس افريقيا للاعبين المحليين في الجزائر تم احياء جحنيت، الارتقاء والراسية بوم على يمين الحارس. 1-0 من دائري لصالح المنتخب الجزائري في بداية المباراة. يا سلام، احلى بداية هي هكذا عندما تسجل هدف بهكذا الشكل. موزمبيقي عارفين بانه تعادل يؤهلهم للدور الثاني، دور ربع النهائي بالنسبة لعناصر منتخب موزمبيق من منطقتهم وتضييق المساحات في التماس. ماهوش لاعب نادي اتحاد العاصمة هو كذلك، قلت لكم بالتأكيد مع دومينغوش ماكونزا. سلامات ان شاء الله. يفتح مجال التسجيل لصالح المنتخب الجزائري امام مجموعة كبيرة من اللاعبين. كرة كانت بالراس، واو، التقاء رائع طويلة لاعبين الموزمبيقيين. طبعا بدراوي غير تماما بروعة في اتجاه اللاعب رضواني صعيدي، رضواني عرضية، والكرة مرت سلامة طبعا على جهة اليمنى، رضواني قيدي، رائع. والله صار العالم تفكر، والله صايرين يفكروا الناس ما شاء الله عليهم. اي والله صايرين يفكروا ويخدعوا الخصم. السلام عليكم، هابي كود ما بيشتغل، خليني اصورها على السريع. شو ما يشتغل لك يا نبيه؟ يشتغل يا روح، يشتغل، ما يصير يشتغل. تعلموا منك. يعني ما اسوي هيك. لو انا اسوي هيك ما حكيت هالشيء، بس انا ما اسوي هيك. يعني ما افتح ند وخصمي بعيد، يعني انا لو فوقه كان ايه، بس هو فتح الند وانا على اليسار. انا بشيل اللاعب وهو فتح الند.